الحسا حساك لو الدهر نساك. تعال خبرك كيف تسوي الكبسة الحساوية اللي على أصولها. جربوها وصدقوني ما راح تندموا، لأنها فعليا لذيذة. في الصفرية نضيف السمن والبصل ونحمس لين يوصل معنا لهذا اللون. بعدها نضيف البهارات اللي راح أكتبها لكم تحت الفيديو ونكمل حمس. نطلع ربع الكمية برا ونصب شوية ماي، معجون طماط والبهارات الصحيحة. نضيف الطماط والثوم وننزل عليهم الدجاج، ومن ياخذ الدجاج اللون الحلو اللي تشوفوه نضيف فلفل حسب الرغبة ونصب الماي المغلي، نغطي عليه، وأول ما يجهز معنا نطلع الدجاج، نرش عليه زيت زيتون، ملح وفلفل أسود، وعلى طول ندخل الفرن يتحمر. ننزل العيش المغسول والمنقوع، واستخدمت في هذه الوصفة عيش الوزير الغني عن التعريف من الشركة الوطنية للتوزيع. من ينشف معنا الماي ننزل البصل اللي شلناه في البداية ونغطي عليه 20 دقيقة على نار هادية. وهذا بعد ما جهز معنا. شوفوا ما شاء الله النثرية. هذا الشكل النهائي. بالعافية علينا وعليكم. سلام. تعال خبرك كيف تسوي قلية اللحم مع العيش المشغول. شيء لذيذ ومن الآخر. في قدر الضغط ننزل اللحم ونحركه لين يتغير لونه. بعدها نضيف الثوم والزنجبيل، بهارات مشكلة، ونحمس. بعدها نكتم عليه لين يستوي معنا، ومن يستوي معنا نضيف الملح والهيل ونغطي عليه 5 دقائق ويكون جاهز. للعيش نضيف ملح، بهارات صحيحة والسمن، وننزل العيش المغسول والمنقوع لمدة ساعة. واستخدمت في هذه الوصفة عيش الوالي الغني عن التعريف. من يستوي معنا العيش نشخله ونرجعه مرة ثانية في الصفرية. نضيف عليه السمن، ماي ورد وزعفران، واخر شيء الكشنة، ونغطي عليه ربع ساعة ويكون جاهز. وهذا بعد ما جهز معنا. وشوف ما شاء الله حبة العيش كل وحدة بروحها. هذا الشكل النهائي. بالعافية علينا وعليكم. سلام. محتار وش تسوي للغداء؟ تعال خبرك كيف تسوي اسهل والذ زربيان عدني. شيء من الاخر. في البداية عندي دجاج منزوع الجلد ومنظف، نضيف عليه الالو، بصل مقلي، والبهارات اللي راح اكتبها لكم تحت الفيديو. واخر شيء نضيف الروب والسمن ونخلط المكونات وسيدة على الصفرية، نحمس شوية، وبعدها نضيف الماء ونغطي عليه لين يستوي معنا. وبستخدم في هذه الوصفة عيش القاضي من الشركة الوطنية للتوزيع. وبعد ما جهز معنا الدجاج نضيف العيش المشغول، نصب عليه شوية من منقوع ماي الورد والزعفران، بعدها نضيف ملون طعام، واخر شيء البصل المقلي، ونغطي عليه نص ساعة تقريبا. وهذا بعد ما جهز معنا. شوف ما شاء الله تبارك الله. هذا الشكل النهائي. بالعافية علينا وعليكم. سلام. هذا ألذ مندي ممكن تسويه في البيت. شيء فاخر من الآخر. وبالنسبة لي هذه الوصفة رقم 1 لأنها فعليا ولا غلطة. تعال خبرك كيف سويتها. في البداية عندي بهارات راح أكتبها لكم تحت الفيديو، ونضيف عليها زيت زيتون، واستخدمت زيت زيتون البستان. نتبل الدجاج بشكل كامل ونخليه على جنب. في الصفرية نضيف الزيت والبصل، ومن يتحمر نضيف البهارات الصحيحة والمشكلة ومكعب مرقة الدجاج ونحمس. وبعدها ننزل العيش المغسول بس بدون نقع. واستخدمت في هذا الوصفة عيش القوافل من شركة قوافل البستان، بحط لكم حسابهم تحت الفيديو. نحرك العيش شوية، بعدها نضيف فلفل حسب الرغبة ونصب عليه الماء الدافي. واخر شيء نوزن الملح. طبعا قياس الماء يكون من 1 إلى 2 سنتي فوق العيش. نغطيه بالألمنيوم ونخرقه بهذا الشكل، وبعدها نصف الدجاج فوقه ونغطي عليه بورق زبدة وطبقة ثانية من الألمنيوم، وعلى الفرن لمدة ساعة وربع. النار من فوق وتحت على درجة حرارة 200. بعدها نفتح الألمنيوم ونبخر العيش بفحمه ونضيف عليها زيت، وبكذا يكون جاهز معنا. وشوف ما شاء الله النثرية وحبة العيش كيف تضاعف حجمها. هذا الشكل النهائي. بالعافية علينا وعليكم. سلام. تعال خبرك كيف تسوي سلطة البطاطا بطريقة سهلة وسريعة وبنفس الوقت لذيذة. لازم تجربوها. في البداية نسلق البطاطا، وأول ما تجهز معنا ننزلها بالصينية ونهرسها بهذا الشكل. نضيف عليها زيت الزيتون، وطبعا زيت زيتون الوالي، فلفل أسود، وآخر شيء رشة ملح، وندخلها الفرن أو القلاية الهوائية من فوق وتحت لين تتحمر. وبكذا البطاطا تكون جاهزة معنا. للصوص نضيف علبة روب، ربع كوب مايونيز، عصرة ليمون، فلفل أسود، ملح، ونخلط. بعدها نضيف خيار، بصل، شبت وبقدونس، واخر شيء البطاطا اللي سويناها. وبكذا تكون سويت ألذ سلطة بطاطا. هذا الشكل النهائي. بالعافية علينا وعليكم. سلام.